المبارج الحربية العسكرية الإسرائيلية انظروا إليها. ولم تنتهي هنا الحكاية. ليأتي العام 2006 حاملا فصولا جديدة من قصة صراع ظن الكثيرون أنها انتهت بخروج القوات الإسرائيلية من لبنان على أيدي مجاهدي المقاومة الإسلامية عام 2000. ست سنوات من الهزيمة كان فيها 6 سنوات من التحضير والتهيؤ للأخذ بالثأر ورد الاعتبار للجيش الذي لا يقهر، حتى جاءت عملية الوعد الصادق لتكون الذريعة والمنطلق للمباشرة بتمشيط الأهداف المعدة سلفا في بنك خاص. ما يجري اليوم ليس رد فعل على عملية أسرى، وإنما هو تصفية حساب مع الشعب والمقاومة والدولة والجيش والقوى السياسية والمناطق والقرى والعائلات التي ألحقت الهزيمة التاريخية بهذا الكيان المعتدي الغاصب الذي لم يعتد على الهزيمة. وأنا أوافق على هذا الكلام 100%، يعني بأن العملية يعني لم تكن هي السبب الرئيسي لاندلاع الحرب. استعملت هذه العملية المحدودة في أسر الجنديين كمبرر لشن هذه العملية الواسعة المحضرة والتي بلغت بعدوانها يعني حتى الحدود الشمالية من لبنان. العملية الواسعة كانت تقتضي بأن يقوم سلاح الجو الإسرائيلي بقصف كل مقار القيادات التابعة للمقاومة لشل منظومة القيادة والسيطرة وقطع كل الأوصال بين مختلف تشكيلات المقاومة سواء في بيروت أو الجنوب أو البقاع. أن تخطط لقصف كل هذه الأهداف مع كل ما يلزم ذلك من معلومات تفصيلية خلال أيام أو خلال أسابيع، يعني هذا